السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما احنا شايفين معانا الصوص الجميل الجامد المتين، ومعانا كمان فتة كبدة طريقة حلوة جدا وسهلة ما فيهاش اي افتكاسات. انتوا تشوفوا بس الرصة هتعرفوا بس ان دي ايه، سهلة افتكاسة كده جميلة. انا شفتها بصراحة الطريقة دي فعجبتني، فاقول لكم بقى انا هعمل ايه هنا. جيت بقى هنا اعمل ايه، هقطع الكبده. قلت لا مش هتنفع، انا هعمل حاجه تانية. رحت جايبه طبق قطعت الكبده، قلت اللي اقطعه احطه على طول ايه اول باول كده عشان اوسع لنفسي. جبت القطاع عشان اقطع عليه، وزي ما انتوا شايفين معايا لازم زي ما انتوا شايفين دي انا قطعتها بقى. يعني ايه، على قد ما تقدروا خلي سمكها رقيق بس مش قوي، عشان خاطر يبقى طعمها حلو وتستوي على طول. هي بصراحه بتستوي منها فيها وما بتاخدش سوا. ودي كانت كبده ضاني، يعني براحتكم الكبده المتوفره عندكم تقدروا تعملوها بس كده. فانا بقى قطعت الكبده بالشكل ده، قطعتها شرايح كده. لازم تقطعوها شرايح كده. بس انا بقى جيت قشرت الكبده لما بتتقشر بيبقى حرفيا طعمها حكايه. فعلا طعمها بيبقى جميل جدا وبتفرق جدا. واي دم يقابلنا كده معانا يعني نشيله عشان ما يعملش زفوره في الكبده. والله كان طعمها جميل جدا ومش باين كمان طعمها ضاني. يعني بصراحه الطريقه ما فيهاش اي افتكاسه، بس كان طعمها جميل. بصوا كده انا بقشرها، الحته اللي بقشرها ما بتجيش تكش كده، وانا بعملها ما بتكشش، لكن اللي ما بتتقشرش هي اللي بتكش وبتلم. حابين انا بقطعها صغير شويه عشان بقول لكم لو حابين تقطعوها مكعبات، حابين تقطعوها شرايح طويله. وانا بصراحه قطعتها كلها مره واحده عشان اسيب اللي انا مش محتاجاه، الجزء اللي انا مش محتاجاه واللي محتاجاه ايه هعمله. هي كلها كده في بعضها خدت سوا بعضها، كان بصراحه طعمها حلو قوي. قطعت القلب وقطعت الكلوه اللي انا قطعتها دي، الكلوه مش عارفه بقى هي دي الكلوه. وقطعت القلب، وتشوفوا بقى كل حاجه واحده. مش عارفه ايه ده، الكلوتين دي ولا ايه، مش فاكره. بس والله كان طعمها جميل وكانت في منتهى الجمال. وكل ما تشيلي القشره منها بتبقى تحفه. جربوا بس الطريقه دي. اللي بيشيل القشره طبعا ناس كتير بتشيلها، بس انا بصراحه كنت بقطعها مستعجله. انا كنت قطعتها، وبعد ما قطعتها حطيتها في التلاجة على الرف، وبعدين دخلت 7:15 او 7:15 اعمل الاكل. والله الاكل ما استحملش وما خدش معايا 10 دقايق. في حاجات كتير يعني تفاصيل انا ما حبيتش اجيبها لكم، انكم معظمكم عارفينها، يعني عارفين طريقتي فيها، فيعني في غنى ان انا ايه اعملها لكم وتشوفوها. القشره بتاعتها بتطلع بمنتهى السهوله. اهم حاجه ما تكونش مجمده قوي، تكون مفرزه نص كده عشان خاطر تبقى حلو. بتكون زي الفل وطعمها جميل. شايفين العروق دي، انا كل ده بشيله، كل تفصيله يعني في الكبده كنت بعملها. كنت بصراحه وحابه اوريها لكم عشان في ناس كتير ما بتعرفش تعمل الحاجات دي. واهم حاجه السكينه تكون معاكي حاميه عشان تمشي معاكي بسرعه. كل ما السكينه تكون معاكي عريضه في اللحوم والحاجات دي بصراحه بتبقى حكايه، بتبقى معاكي يعني ممتازه. اي بقى حاجه في القلب كده بشيلها على طول، مش بخليها. وهبتدي اقطعها كده عشان طبعا كبيره، هبتدي اقطعها ايه حتت صغيره عشان لما نيجي ناكلها تتغمس معانا على طول، تبقى خفيفه كده يعني. والكبده شرايحها خفيفه وفي نفس الوقت متقطعه ايه، مش طويله قوي مش صغيره قوي، تقطيعه كده خفيفه. طبعا زي ما انتم شايفين ان هي كبده بلدي. لو عارفين ان هي كبده مش بلدي كان زمانها بقى الدنيا كلها بقت دم خالص كده، وهتغمق كمان معاكم في السوا. عملت الرز بقول لكم، حمرت العيش، والعيش ولعت عليه بسرعه حمرته. والاول عملت الرز وبعدين حمرت العيش وطلعت حبه. وانا بحمر العيش بقى قلت اعمل الكبده. ندى عملت لي التومه، دقت لي التومه، وعقبال ما هي دقتها لي بصراحه انا كنت شوحت الكبده، حطيت معلقه سمنه بلدي وشوحت فيها الكبده ايدي فيها،
مع العيش برضو مش هسيبه لغايه ما ياخد لون معين، وبعد كده تقريبا كميه العيش دي اخر حاجه انا طلعتها. وابتدي بقى اقف جنب الكبده والرز لسه على النار. انا ما عملتش رز كتير، رز حاجه بسيطه كده عشان خاطر يبقى طعمه حلو. بصراحه كانت الاكله جامده، والريحه بقى كانت تحفه. كمان لما حطيت التوم بعد ما اتشربت، انا مش بحط التوم من الاول، انا بحط التوم بعد ما بتتشرب، ان حتت التوم بلاقيها بتكبر، لكن انا عايزاها تفضل صغيره كده وتكش. لو حطيتها من الاول هتنفش، ان العصاره اللي بتنزل من الكبده بتتبخر، هي دي اللي بتسوي الكبده، ولا بتحط عليها ميه، ولا ايدك بتكون مبلوله، ولا السكينه مبلوله، ولا اي حاجه. اول لما تحطي ميه اعرفي ان هي اتزفرت. حتى لو غسلتي ايدك لازم تنشفيها كويس. يعني انا كنت كل شويه بغسل ايدي وبنشفها، بغسل ايدي وبنشفها عشان اقدر اكمل وما اقرفش وانا واقفه يعني. حطيت انا رشه صغيره كده بهارات، واللي مش حابب براحته. حطيت قرنفل، وحطيت ملح وفلفل. هو الاساسي بتاع الاكله بتاعتنا الملح والفلفل. القرنفل انا حطيته يعني شمخه كده من عندي، والبهارات دي من عندي. الملح والفلفل هم اساس الوصفه. في ناس بتحب تحط كمون، لا انا مش من هواة الكمون على الكبده. والتومه بقى معايا انا بقى كده هبقى احط التومه، بس افكك الاول التومه بالطحينه، وهفكها بشويه ميه. بعد كده بقى احط الملح والكمون بتاعي واظبطها، وتشوفوا بقى هعمل معاها ايه. هحط عليها مكون كده لذيذ هيعجبكم قوي. ده مايونيز. المايونيز ده بيتباع كده جرادل من شركه هاينز المعروفه طبعا. جايباه سايب، بيتباع سايب عند السوبر ماركت. وقلبتهم كلهم مع بعض كده، ادت طعم وقوام خطير. يا سلام بقى لو كان عندي كوبايه زبادي، كانت بقى حكايه. بس الصراحه ما كانش عندي، فانا عملت يعني الخلطه كلها في قلب بعض. بس بعد كده يعني اللي هيفيد منها هحطه على كوبايه زبادي يكون طعمه حلو. مش هحط حاجه غير ملح وكمون وحبه شطه صغيرين بس، يعني تبقى طعمها حلو وجميل. واهم حاجه يكون الثوم ناعم والفلفل ناعم. لو هتحطوا فيها مش حابين فلفل خالص ما تحطوش، حطوا ثوم بس. بصراحه الثوم بيفرق في الطحينه وبيديها طعم حلو ونكهه جميله. بعتذر على صوتي طبعا، ان لو مش سامعين مني كويس او مش فاهمين انا بقول ايه، انا صوتي ضايع، بس اكيد يعني صوتي بيكون واضح. بس وبظبط كده، ولقيتها محتاجه شويه ملح كمان وشويه خل. وبعد كده بقى ابتدي اجيب بوله وافضيها فيها. بقول لكم كده مظبوطه وتكون خلصت معايا. هنا شايفين بعد ما اتشكشكت معايا واتشربت، انا حطيت عليها التومه اتشوحت معاها ورحت طفيت. وهنا بقى كان بعد ما غرفت وخلصت. وتركايه بسيطه في الرز والكبده، ويقدروا تاكلوها بالعيش عادي. عيش طري بصبح بقى بيبقى جميل، او عيش محمص براحتكم. انا حمصت العيش الشامي اللي هو العادي اللي احنا بنجيبه من المطعم دوت للسندوتشات، وعملت الكبده ورصيت وراها الرز. فضيت الكبده في النص ووراها الرز ووراها العيش.